اخواتي الزملكاويه، فككم من شغل يا سيد العمده ووداد اللي انتوا عايشين فيه ده، الله يبارك لكم. طالع انصحكم نصيحه لوجه الله ويعلم ربنا، اللي هي بفلوس بس ليكم ببلاش عشان انتوا صعبانين عليا. مرتضى منصور بيضحك عليكم. مرتضى منصور خلال الشهر دوت هيجي له حكم تاني بالحبس. يعني مره رئيس شطبه ومره رئيس طرده ومره رئيس حبسه، هيتحبس تاني صدقوني. الراجل ده عايز يعني بص يموت الزمالك خالص، عشان لما يمشي تطلعوا تقولوا الدكر كان ماسك الزمالك هندسه وفن ولعب ومش عارف ايه، رغم ان هو ما عملش اي حاجه وبيطلع يضحك عليكم. بيضحك عليكم بتصدقوه لدرجه ان انتوا بتشتموني دلوقتي عشان اهو بص هتشتمني. ليه بتشتمني؟ روح فوق عقلك كده وسيب قلبك على جنب، وانت هتعرف مين اللي بيهد الزمالك. والله ما في غيره مرتضى منصور. كده كده بقى كهربا حطه صح حطه غلط، هيلعب ماتش السوبر. وكده كده السوبر هيتلعب بالزمالك من غير الزمالك هيتلعب. لو طلائع الجيش هيلعب، لو الاتحاد السكندري هنجيبه يلعب مباراه وديه ويتوج النادي الاهلي بالسوبر بحجه ان الخصم التاني ما جاش وما حضرش، هناخد السوبر وهنلعب مباراه وديه وهتبقى 2 في 1 ميكس. لو ما فيش فرقه من مصر، لا اسيوطي ولا فيوتشر ولا جيش ولا اتحاد ولا الكلام دوت، هنجيبوا الشرقه الاماراتي او العين الاماراتي وهنلعب مباراه وديه وهتبقى سيفونيه واحتفاليه، واول ناس هتفتح التلفزيونات وتعمل مشاهدات انتوا يا زملكاويه. فنصيحة لوجه الله، سيبوكم من مرتضى والله العظيم ما هينفعكم بحاجة يا شوية بلاليص. آه يا كهربا. يا كهربا ولع الدنيا.